السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم أفضل 7 خطط بعد التحديث. أول حاجة هندخل على إكسترا، بعد كده دريم تيم، بعد كده بيز تيم، كده هندخل على أوروبا ونروح على الدوري الفرنسي وهنختار نادي مارسيليا. بعد كده هنروح على التشكيل وهندوس على المدرب وهندوس تشينج فورميشن وبعد كده ديفولت، وهتظهر معاك كده التشكيلة والخطة 3-4-3. دي هتفيدك في الاستحواذ، ولو انت بتلعب على المرتدات فهتفيدك جدا. هنظبط بس الأماكن، وزي ما انت شايف الخطة يعني ياريت تحفظها عندك وهتفيدك جدا في الاستحواذ والمرتدات. بعد كده هروح على الخطة التانية، هندوس على الإكسترا ويوزر انفورميشن ودريم تيم. بعد كده على البيس تيم هندوس على أوروبا وهروح على ناشونال المنتخبات وهنختار منتخب أرمينيا. زي ما انتوا شايفين يا شباب منتخب أرمينيا. هندوس دان. هروح على التشكيل، هندخل على التشكيل وهندوس على المدرب وبعد كده تشينج فورميشن وبعد كده ديفولت، وبكده هتظهر معاك تشكيلة 4-1-3-2، ودي تشكيلة دفاعية بحتة لو انت بتلعب على المرتدات بس. هنظبط الأماكن. بعد كده يا شباب هندخل على التشكيلة التالتة، هندخل على قارة آسيا رابع اختيار، وهندخل على الدوري الصيني الدرجة التانية وأول فريق هنختاره. وبعد كده هروح على التشكيل، هندخل على التشكيل وهندوس على المدرب. بعد كده تشينج فورميشن وديفولت، وبكده هتظهر معاك الخطة 4-4-2، بس هيكون شكلها مختلف، هي هجومية أكتر. وزي ما انت شايف خطة يعني تمام وإن شاء الله هتفيدك. هروح على الخطة الرابعة يا شباب، دريم تيم وبيس تيم، وهندوس على أوروبا وندخل على ناشونال منتخبات وهنختار منتخب فرنسا. منتخب فرنسا وهنرجع على التشكيل، هندخل على التشكيل وهندوس على المدرب وتشينج فورميشن وديفولت، وهتظهر معاك التشكيلة وهي 4-1-3-2. والخطة دي نادرة وهتفيدك وهي خطة متوازنة أكتر بين الدفاع والهجوم. بالنسبة للاس اس ده مهاجم تاني وممكن يعمل بيانيات للار ام اف والال ام اف، تعمل بيانية عرضية لليفاندوفسكي وبتجيب هدف ان شاء الله. خطة نادرة جدا وهتفيدك، ياريت تحفظها عندك. وبكده دي تكون الخطة الرابعة، وهنروح على الخطة الخامسة. الخطة الخامسة معانا لنادي فلامينجو. هندخل على أمريكا الشمالية وهنختار الدوري البرازيلي الأول وهننزل لنادي فلامينجو، هنختار نادي فلامينجو وهنرجع للتشكيل، هندخل على التشكيل وندوس على المدرب وتشينج فورميشن وبعد كده ديفولت، وكده هتظهر معاك التشكيلة 4-2-2-2. الخطة دي نادرة يا شباب وياريت تحفظوها عندكم. زي ما انت شايف 2 ام اف ولاعب اس اس لعب. الخطة دي هتفيدك جدا في اسلوب الاستحواذ، ولو انت بتلعب على عرضيات لو معاك كريستيانو او اوسيمين او لوكاكو هتفيدك جدا. وبكده دي تكون الخطة الخامسة، وهندخل على الخطة السادسة. هندوس على دريم تيم وبيس تيم وبعد كده اوروبا وهننزل الدوري التركي وهنختار فريق فنربخشة. بعد كده هنرجع للتشكيل، هندخل على التشكيل وندوس على المدرب وتشينج فورميشن وديفولت، وبتظهر معاك التشكيلة 4-1-3-2، وخطة ممتازة جدا. كده دي تكون الخطة السادسة، وهنروح على الخطة السابعة.
ندخل على الاكسترا يوزر انفورميشن، بعد كده دريم تيم، هندخل على البيس تيم، بعد كده على اوروبا، وهندخل على ناشونال، وهنختار منتخب البرتغال. يعني فعلا الخطة دي هتكون من اجمل الخطط اللي نزلت بعد التحديث. هنختار البرتغال ونرجع على التشكيل، هندخل على التشكيل وهندوس على المدرب change formation، وهنختار default، وبكده هتظهر معاك التشكيلة، وعندك زي ما انت شايف CMF مع صانع اللعب. يعني تشكيلة جامدة ومن أفضل التشكيلات اللي نزلت بعد التحديث. يعني دي خطة هجومية جدا، وهنبدأ بس نظبط المراكز. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، وياريت تكتب لي في التعليقات أكتر خطة عجبتك، وياريت تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نستمر في تنزيل فيديوهات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.